السلام ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوفوا اليوم نبداو على بركة الله. هذه الوصفة أو التخزين، هذه الوصفة راح نخزنها، يعني نعرفوها كامل، ولكن أنا نوريكم طريقة التخزين هي تشكشوكة باذنجان. شوفوا خاصة حنا رانا في موسم الخضروات، موسم الباذنجان والفلفل خاصة. هذا الموسم يكون فيه كاين فلفل أحمر، اللي يعطي عنده جو خاص وعنده بنة خاصة. شوفوا انا شويه الباذنجان حطيته، يعني شويته، جبت كميه شويتها، شويه الطماطم، شويه كذلك الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر، كذلك الفلفل الحار، وكذلك نقيت فصوص ثوم نقشرهم كما كتشوفوا هنايا. يعني هذه الطريقه باش نقشرهم. كما قلت لكم انا راح نعمل يعني تشكتوكه باذنجان، وراح نخزنها للشتاء، خاصة نحنا دوك خلاص الشتاء ولينا للخدمة، ولينا ولا وليداتنا القراية، يعني هكذا نخزنوا كذا. كما قلت لكم احنا رانا في الموسم تاع الفلفل، الموسم تاع باذنجان، يعني كما يقول لك نضربوا عصفورين بحجره. نحطوا يعني نوجدوه، نلقاوه هكذا في الشتاء كيكونوا مشغولين بزاف ولا يروح علينا الحال، يعني نجبدوا فقط البلاره، نفتحوها ونكونوا هنايا حضرنا، يعني نقدموها كوجبه كامله، او نقدموها كمقبلات مع يعني اي شربه او حاجه. شوفوا هنايا انا بعد ما قاعده نقي هكذا الفلفل، نقيت الطماطم. كتشوفوا هنايا نقطع هكذا طماطم بالطريقه هذه. خاصه يعني كنشويو، لو لاحظتوا كنشويو طماطم وفلفل، يعني تكون ريحه مميزه في هذاك، هذيك يعني الخضره تاعنا كنشويوها عندها ريحه مميزه. طبعا هنايا انا جبت هنايا حطيت طماطم بالطريقه هذه، حطيت لها مع الزيت، قليل من الزيت، وخليتها هكذا تتقلى. جبت كذلك الفلفل الحلو والحار نقطعهم بالطريقه هذه. تقدروا يعني اللي عنده ما ياكلش الحار تقدروا يعني تحوزوا، تقدروا ديروا الحار وحده والحلو وحده، واللي ياكل الحار ما كاش مشكل يدير كلش مع بعضه هكذا باش ما يظلش يحوز. شوفوا هنايا بالطريقه هذه، يعني هذه طريقه لو لاحظتوا متعودين كامل نخدموها، ولكن فقط للتذكير وزيد يعني بعض الافاده نوريو طريقه التخزين نقدروا نستحفظوا بها عده اشهر، مش مجرد 6 اشهر ولا 7. انا بكل صراحه ما نستحفظش بها بزاف، يعني دوك نلقاه كذا رخيص نطيبو نخليه، ومن بعد كي نحتاجو نلقاه واجد، خاصه في الشتاء يعاود يطلع الثمن تاعو نلقاه واجد. بصح هذه الطريقه تقدروا تخزنوه حتى سنه كامله او سنتين، يعني ما ياخذوا والو، ما يخسرش. وتحسوا كي تفتحوا البلاره تحسوا كانه اليوم اللي شريتوه وخدمتوه، ما يتغير الكو، ما تروح له البنه، يعني يبقى هو. شوفوا هنايا انا بعد ما حطيت طماطم حطيت هذا الصوص تاع الثوم، كذاك نجيب نهرسو بالطريقه هذه. انا استعملت هذه الهرس نهرسو بها البطاطا، تجيني طريقه اسهل. نستعملها كذلك في الحميس، هكذا نهرس بها الحميس، يعني طريقه تجيني كثير سهله. شوفوا هنايا جبت هنا حطيت الفلفل بالطريقه هذه. طبعا ونخليه هكذا يطيب، ونروح الباذنجان تاعنا اللي شويناه من قبل ونقيوه. شوفوا انا شفت الطريقه، كاين اللي ينقي هكذا يعني ينحيلو القشور الاخر، انا نفضل نقسم هكذا على الزوج، ومن بعد نفرغ هذاك اللي لداخل، الباذنجان اللي لداخل تبقى لي غير القشره. الطريقه هذه سهله، ويكون هكذا يقعد معكم هذاك الباذنجان البيض يقعد نقي معكم، ما يتخلطش مع هذاك القشور. وكذلك ما نقيسوش بالماء، كاينين يعني يقشروه، يشدوا هكذا الحبه ويقشروه ويعاونوا روحهم بالماء. انا نفضل الطريقه هذه. شوفوا هنايا طريقه نقيه، نخلي فقط القشره، شوفوا نحي كامل ونخلي فقط القشره. شوفوا الطريقه هذه. طبعا هذه هي الكميه تاع الباذنجان تحصلت عليها. انا دوكا نروح نزيد نضيفها هنا في هذه الطماطم سبقت وحضرتها معكم. كذلك نزيد لها شوفوا هنايا، اذا كان هكذا طاحتكم قشره او حاجه نحيوها باش ما تلقوش هذيك المرمريه تاعها، ونخليها هكذا يطيب.
نزيد نضيف لها هكذا غرفة تاع ملح الصخري لان هذا راح نخزنوه. ضروري ملح الصخري ضروري كي نخزنوه هكذايا يعني نعملو عملية تخزين. ضروري عفوا ضروري الملح الصخري. شوفوا هنا زدت لها هنا كمية تاع زيت الزيتونة هكذا، زيت الزيتون عفوا الطريقة هذه. ومن بعد في اللحظة هذيك أنا نحضر البلارات طبعا وريت لكم عدة مرات طريقة كيفاش نعقمهم، نحطوهم داخل الماء يغليو حوالي 5 دقائق، ومن بعد نحطوهم على طرشونة نقية ونخليهم يقطروا مليح من الماء، ومن بعد نعمروا هكذا. هي هكذا شوف هي راهي تغلي وانا راني نعمر هكذا في البلارات الطريقة هذه. اذا خفتوا نقول لكم حاجه، ما تخافوش يعني تطرطق البلارات معكم، ما يطرطقوا ما ياخذهم. اذا حاله اللي يطرطقوا البلارات هذو في حاله يكونوا مشقوقين، يعني تكونوا قصتوهم وكانوا مشقوقين، كي ديروا عليهم حاجه سخونه ولا كي ديرهم في الماء يعاودوا يغليو يطرطقوا. اما كي يكونوا كذا جدد ما ياخذهم والو، ديروا فيهم حاجه تغلي نورمال ومن بعد عاودوا عقموهم هكذا باش هكذا نضمنوا الطعقام ونضمنوا يعني الحاجه اللي نخزنوها ما تخسرش وتشد معانا مده طويله. قلت لكم تشد هذه حتى من سنه حتى سنتين بلا ما تخسر بلا ما يتغير الكو تاعها. شوفوا انا بعد ما عمرت هكذايا بالطريقه هذه، اهم حاجه ما نتوشيوش بيدينا ونغلقوه بالطريقه هذه كما تظهر معكم في الصوره. نغلقوها مليح ومن بعد الاخر نقلبوها هكذا بالطريقه هذه. ومن بعد نشوفوا حنا هنايا انا عندي راهي سخونه، كي راهي سخونه تكتوكا راهي سخونه يعني بلا رطرم سخون، نديرهم في الماء سخون باش ما يطرطقوش معايا، ما نديرهمش في الماء البارد، ونخليهم من 45 حتى ساعه كامله وهما يتعقموا. شوفوا هذيك انا درت هنا 2 بلارات، وشوفوا هذه الثالثه هذاك اللي بقى لي هنا درتو يعني الغدا، يعني غدا بسيط مع البطاطا مع سكالوب. ان شاء الله يا ربي يعجبكم الفيديو تاع اليوم. اذا عجبكم وصلتوا معايا ما تنسوش تعملوا لي اللايك والاشتراك للقناه، وشكرا على المتابعه. وكذلك ما ننساش نذكركم الطريقه هذه تقدروا حتى ديروها في الحميص اللي حاب يخزن الحميص، خاصه احنا في وقتهم باش ما نخزنوهش في فريشيدار او في كونجيراتور، نديروه بالطريقه هذه كذلك ناجحه 100% ويحافظ على الكو تاعو وما يتبدلش. شكرا على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.